من بعد شهور ديال الجحيم في الادغال والمستنقعات، لا سفن ولا طعام وبلا امل، خاصك تنقذ راسك باي طريقه. قصه مصطفى الزموري في وسط قبائل الهنود الحمر. من بعد ما اختفت السفن ووصلوا بحر مجهول، ما بقى قدامهم غير خيار واحد: ينقذوا راسهم باي طريقه. كانوا كيحلموا يكتشفوا هذه البلاد الجديده، واسبانيا بغات تبني مستوطنات في هذه الارض اللي كانوا كيتخيلوها عامره ذهب ووديان ديال الذهب. لكن هذه الارض رجعت مقبره للمستكشفين. 10 سنين وهما تيمشيو من قبيله لقبيله وسط ادغال امريكا ووسط قبائل الهنود الحمر، وكل نهار كان كيموت منهم واحد، يا بالجوع يا بسهام الهنود. من اكثر من 300 راجل بقاو غير 4 على قيد الحياه، ومن بين هاد الربعه كان مصطفى الزموري اللي كان هو القائد ديال المجموعه، واللي كيعتمدوا عليه بزاف باش يهضر مع القبائل، حيت كان كيتعلم لغتهم بسرعه وولا هو المترجم ديالهم، وهو اللي كيحل مشاكل وكيولي هو الطبيب والمعالج ديال المجموعه، كيصايب ادويه ويعالج المصابين. سنه 1535 توجهوا الاربعه نحو المكسيك ودازوا من واد كبير واستعملوا المعرفه ديالهم في علاج السكان الاصليين. مع الوقت شاعت قصص المعجزات ديال الاسود والثلاثه اللي معاه، وبداو القبائل كيحترموهم وكيهديو لهم الهدايا من احجار كريمه ومن حوتات وغيرها، وتشهروا وسط القبائل وكثروا عليهم حكايات وولاو معروفين باسم ابناء الشمس. من بعد سنين ديال الرحله قدر الزموري واللي معاه يوصلوا للمستوطنات الاسبانيه في المكسيك، اللي كانت اسبانيا باغا دير فيها اسبانيا الجديده. وتلاقاو مع ممثل ملك اسبانيا وحكاو ليه على كل شيء، على اللي شافوه واللي عاشوه في الرحله الاولى. وفي نفس الوقت طلب منهم يديروا رحله ثانيه لاكتشاف المدن الغامضه. كل شيء رفض الا استيبانيكو اي مصطفى الزموري اللي ما تراجعش. وهكذا في 1539 انطلقت الرحله الثانيه بقياده الراهب ماركوس وبصحبه الزموري باش يكتشفوا المدن الاسطوريه السبعه اللي الاساطير كتقول انها كلها ذهب. تابعونا في الفيديو الجاي باش نكملوا القصه.